السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحشتوني ووحشنا كواليتي الصوت دي ووحشنا كواليتي التصوير دي، وزي ما قلت لكم مش هتأخر عليكم وهنيجي على طول على طول. الحمد لله قدر الله لينا ان احنا نرجع تاني بنفس الكواليتي، بنفس كواليتي التصوير والصوت اللي بدأنا بيهم. كانت ظروف عابرة كده والحمد لله عدت على خير، وخلصنا وخلصنا ورجعنا ليكو تاني. طيب، من امبارح والمصريين في حالة سعادة عارمة. الشوارع المصرية كانت مليانة بالعربيات ومليانة بالأعلام ومليانة بالناس وبالأطفال وبالكبار وبالستات وبالرجالة وبكل حاجة. كل الأعمار وكل الفئات، اللي معاه واللي ما معهوش والعامل والموظف والدكتور والمهندس، كله كان في الشارع امبارح. كله حرفيا كان في الشارع امبارح فرحانين بتأهل تاريخي لمنتخب مصر لدور ال16 لأول مرة في تاريخه. بس أنا عندي بقى تساؤل غريب، يعني هو احنا يا إما نروح نترقع التلات ماتشات ونمشي، يا إما يوم ما نطلع من المجموعة ربنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا يبعد عنهم شر عيني عشان ما حدش يقول أنت السبب يعني. يوم ما نطلع من المجموعات ندوس قوي كده، احنا جامدين قوي كده يا جدعان، احنا جامدين قوي كده، احنا جامدين، احنا جامدين. وكان ممكن امبارح نخلص الماتش دوت بدون الدخول في الاكسترا تايم وركلات الترجيح، ولكن قدر الله ما شاء فعل. رجاله، مليون في المية رجاله 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 رجاله. عرفتوا بقى كلاعيبة منتخب مصر، عرفت يعني ايه معنى جملة التمثيل المشرف؟ انما مش تروح تتغلب 3 ماتشات والمدير الفني اللي انت جايبه ياخد السمسره والعموله وبتاع وتفسخ له العقد وياخد الشرط الجزائي والناس تعمل سمسره وفلوس من وراه، ترجع تقول لي اصل احنا عملنا تمثيل مشرف في كاس العالم. هو ده بقى التمثيل المشرف، هو ده ان انت تصعد من المجموعات، ان انت تكسب في دور ال 32، ان انت ان شاء الله تكسب في دور ال 16 مهما كان هتلاعب مين. تقول لي انا هلاعب الارجنتين، ما لاعب الارجنتين يا عم. ما كاب فيردي اللي انت بتاكل عليها عيش في افريقيا امبارح كانت ممكن تحرج الارجنتين. فانت بتتكلم في ايه؟ هل انت مقوماتك كمنتخب اقوى ولا كاب فيردي اقوى؟ مش انا اللي هرد على السؤال ده. طيب، علشان ما اطولش على حضراتكم هنيجي بقى للتشكيل. وقبل التشكيل الواحد محتاج يضرب تعظيم سلام للعميد حسام حسن، وبيشكره، ويعني بتشكره على الاداء وبتشكره على الكوره وبتشكره على الهجوم وبتشكره على الدفاع وبتشكره على الفوز وبتشكره على الفرحه وبتشكره على انه اثبت ان المدرب المصري قادر على تحقيق اكبر انجاز تاريخي لمصر في كاس العالم حتى الان. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله برجولة اللعيبة وبكرم ربنا سبحانه وتعالى وبدعوات المصريين ربنا هيكملها على خير. وعندنا امل كبير جدا 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 ان احنا نكسب ونكمل وعادي، ومفيش اي فريق احسن مننا في حاجة. واحنا طول ما احنا حاطين الهدف قدامنا والمكسب قدامنا وبنشتغل عليه هنكسب، وربنا معانا ودعوات المصريين معانا يعني. ما تحطش في دماغك ان ايه ده، لا انا خلاص بقى الارجنتين بقى ده البوابه بقى خلاص خلصنا بقى البوابه اللي هخرج منها وبتاع. هتحط في دماغك السلبيات دي خلاص شكرا انت الموضوع خلص. لكن هتحط في دماغك ان انت هتكسب هتكسب. كاس العالم اللي فات المنتخب المغربي مع احترامنا الكامل ليه مش احسن مننا في حاجه. المنتخب المغربي كسب اسبانيا وكسب البرتغال، طلع اسبانيا وطلع البرتغال، عشان كانوا مصدقين في نفسهم، واثقين في نفسهم، مصدقين في الفوز، وربنا كرمهم وطلعوا رباعي العالم. فاحنا محتاجين ان احنا نبص للنقطة دي، نشتغل على نفسنا، نصدق ان ربنا سبحانه وتعالى معانا، ونشتغل على اننا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنفوز المباراة القادمة ايا كان المنافس. الارجنتين ما عنديش اي مشكلة، خلاص هو الارجنتين بنسبة 100% خلاص المباراة اصلا خلصت. وخلاص انت هتلعب الارجنتين الماتش الجاي اعتقد يوم الثلاث. خلاص انت ما قدامكش غير ان انت تكسب، ما قدامكش غير ان انت تكمل تثبت للعالم كله ان انا منتخب مصر، تثبت للعالم كله قيمة المدرب المصري. طيب، علشان ما نطولش في المقدمة اكتر من كده، امبارح
بدأ الكابتن او العميد حسام حسن بتشكيله اللي يعتبر هو المعتاد من بداية البطولة. بدأنا بمصطفى شوبير، قدامه رامي ربيعة و ياسر ابراهيم، واللي خلاه يبدا برامي ربيعه انه لاعب حمدي فتحي في نص الملعب مكان مهند لاشين، لان ده طبعا زي ما كل الناس عارفه مهند لاشين كان واخد انذارين، فكان في حاله توقف يعني. طيب بدأنا بهاني يمين، ياسر وربيعة زي ما قلنا، باك شمال كريم حافظ. لعبوا قدامهم حمدي فتحي ومروان عطية، قدامهم مصطفى زيكو وإمام عاشور ومرموش ومحمد صلاح، أو كان في تبادل مراكز يعني ما بين صلاح ومرموش، عفوا صلاح وإمام. آه، طيب خلينا نتكلم عن مصطفى شوبير. بعيدا عن ان مصطفى شوبير جامد كده كده، مصطفى شوبير الله اكبر عليه كده كده، مصطفى شوبير لا اختلاف عليه ان هو رقم واحد في مصر حاليا، الحارس الاول والاساسي لمنتخب مصر، وهو رقم واحد في مصر من حيث السن، من حيث الاداء، اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يحفظه. مصطفى انت اسطوره، اسطوره بتبني نفسها من دلوقتي لحد ما هتكمل، لحد ما يشاء القدر ان انت توصل لسن معين خلاص مش هتقدر تلعب تاني. فانت اسطوره حرفيا في مركز عفوا في مركز حراسه المرمى. طيب يمكن امبارح مصطفى ما جاش عليه اختبارات كتير، يمكن كام كوره بسيطه، ولكن كان تعامله معاهم تعامل عالمي من حارس كبير جدا جدا. حارس ممكن يكون صغير سنا لكن كبير جدا 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 ك اداؤه الفني، و زي ما قلت هو اسطوره في الملعب. ياسر ابراهيم و رامي ربيعه، ممكن ابوس راسكو يعني ممكن ابوس راسكم يعني، علشان انتوا جامدين، انتوا جامدين قوي. انتوا قلبين الاسد فعلا يعني. قال لك ياسر قلب الاسد، لا ياسر وربيعه قلب الاسد. ياسر انت بالنسبه لي، احسن مدافع في مصر. و بالرغم السن، برغم ان انت في ناس اصغر منك سنا، ولكن انت بتملك السن وبتملك الخبرة وبتملك اللياقة ما شاء الله اللهم بارك. مش محتاج، اعتقد ياسر لو لعب لوحده في المكان دوت هيقوم بيه. يعني ياسر ابراهيم جامد قوي يا جدعان والله العظيم ما شاء الله يعني مش عايز اتكلم كتير، ولكن ياسر ورامي ربيعة احسن مدافع محترف مصري. الاتنين دول عندهم ياخدوا 1,000,000 من 10 امبارح. يعني على قد ما قدروا مع الاطوال، التعامل مع الاطوال اللي كانت موجوده في منتخب استراليا تم التعامل معاها على قدر الامكان، وكان ادوا مهمتهم 10/10. طيب رامي ربيعه راجل جدا جدا جدا، وقائد جوه الملعب، وراجل جدا بره الملعب. وهقول لك كمان شويه ايه اللي خلاني اقول رامي راجل جوه وبره. جوه بادائه الرجولي في الملعب والحماسه اللي موجوده، وفرقش مع الراجل امبارح، خد خبطه في ضلعه، فضل ماسك ضلعه كده وقام هكمل هلعب. مش لو يعني انا عندي اعتقاد كده. يمكن كنت بتكلم في الموضوع ده مع حد امبارح، قلت لو رامي ربيعه لو لا قدر الله ضلعه اتكسر في الملعب هيكمل، هيقول لكم انا هكمل انا مش هطلع. فدي رجولته جوه الملعب. بره الملعب هتكلم معاك فيها بس شويه كده يعني، اديني شويه وهتلاقيني بتكلم في الموضوع بتاع رجوله رامي بره الملعب. هاجي لكريم حافظ. يمكن كريم حافظ امبارح ما شفناش منه الاداء المطلوب. مش بيعمل برضو يعني، هو ما عندوش الحته الهجوميه اللي زي احمد فتوح، ولا الحته المهاريه، ولكن اعتقد انه دفاعيا كان الى حد ما كويس. طبعا بنتمنى له الشفاء والاصابه من الاصابه، لانه امبارح خرج نتيجه اعتقد شد في الخلفيه. فنتمنى له السلامه، ونتمنى له الرجوع السريع، ونتمنى لفتوح السلامه، ونتمنى لكل لاعبي منتخب مصر المصابين العوده سريعا، لان احنا محتاجينكم. احنا مكملين ان شاء الله، وقد صدقتم في الاعلانات اللي انتوا عملتوها وقلتوا المره دي مكملين. انتوا مكملين، انتوا رجاله، انتوا مفيش اختلاف عليكم. طيب هاجي لمحمد هاني. اللي بقول له فداك الدنيا.
هاني انت عامل اداء عالمي في كاس العالم ده. هاني انت عندك من الرصيد ما يسمح لان انت تعمل اللي انت عايزه. هاني سد ودنك وتعامل وكمل على هذا الاساس، كمل على الاداء اللي انت فيه. الجول مش غلطتك، مش مهاني مش تارجته ان هو يجي النهارده انا انكد على المصريين عشان انا عايز اجيب جول في نفسي. لا مش تارجته يا جدعان، عشان انا بس شايف الناس اللي بتهاجم والناس اللي بتتكلم كلام فارغ ملوش اي 30 لازمه، وناس بتتدخل في حاجات هي ملهاش فيها بقله ادب وبجاحه يعني. ما بتتكلمش عن تدارك الموقف او تدارك الخطأ اللي ممكن يكون حدث قبل كده في ماتش بلجيكا، بتتكلمش عليه بشكل احترافي او شكل مهني، لكن انت بتتكلم بزيرو مهنيه، بتتكلم بزيرو احترافيه، بتتكلم بقله ادب ببجاحه. يعني مش عارف، يعني ما اعرفش يعني. الهاني اللي اتكلم عليه مراسل امبارح وهو في اللقاء الصحفي مع رامي ربيعه، ولذلك كنت بقول لك رامي راجل جوه الملعب وبره الملعب، الجزئيه دي اللي بره الملعب. امبارح رامي ربيعه اثناء اللقاء الصحفي اللي كان معاه بعد الماتش ساله، واللي يجننك انه اللي سال مراسل مصري. يعني ده اللي يجننك ويعني تحس ان انت بتتحارب من، يعني انت بتحارب نفسك، انت بتدمر نفسك. عارف انت اللي هو الشغله دي بتاعت انا بحارب نفسي دي. يجي واحد مراسل، انت مسافر، مع احترامنا لكل المهن بقى معلش يعني، بس انت مسافر والقناه او الموقع او ايا كان اللي انت بتشتغل فيه مسفرك علشان تغطي اللي محمد هاني وزمايله بيعملوه، لانهم بيلعبوا باسم المصريين كلهم. فانت رايح تسال وتستظرف وتستخف دمك، وهنلعب مان تو مان على محمد هاني بعد كده. فحبيت تزيد فاديها لك في نص دماغك. رامي قائد منتخب مصر بعد محمد صلاح علم عليك، انت حبيت تطلع هاني مسرح، قام رامي مطلعك مسرح، بص لك بقرف. المصريين بيحفلوا عليك من امبارح، وشك ما ظهرش فما تعرفتش انت مين، فما اتشهرتش فانت عبيط، فاهم؟ ف دي حاجه. الحاجه التانية، انا ما اعرفش انت منين من مصر، يعني انت كمراسل لا تبع ايه ولا منين، يعني انت منين في ال 28 محافظه، ومين في ال 28 محافظه في مصر اللي اكد لك ان انت لما تقول كده هتبقى دمك خفيف، او ان انت بتضحك عامه، فلما جت في دماغك الفكره قلت ان انت هتضحك. يعني مين في 28 محافظه لبسك التلبيسه دي وقال لك ان انت دمك خفيف وبتهق وبتمق وبتعرف تجيب ضحك يعني؟ لان بصراحه لا، يعني بصراحه لا، دمك تقيل، دمك واقف. اتمنى يعني لو في ايد الجهاز الفني ان هم ما يدخلوش الشخص ده يعمل لقاء صحفي مع لعيب تاني، فخدوا الخطوه. سيبوه هيطلع يعمل فيديو يقول لك منعوني وعملوني، سيبوه يعمل كده عادي في 60,000 داهيه. بس ده بالنسبه لمحمد هاني. طيب كان امبارح كمان بيلعب حمدي فتحي، ويمكن حمدي ما ظهرش امبارح شويتين ثلاثه. هل علشان هو اعتاد اللعب في مركز المساك، ولا علشان كان في نوع من الاجهاد البدني شويه؟ مش عارفين. ولكن حمدي امبارح لو هنديله رقم ممكن ياخد 5/10، مش اكتر من كده. مروان عطية، انا يعني انت تعلم وانا اعلم والشعب المصري يعلم ان احنا خلصنا مع بعض كل الكلام، يعني خلصنا في بعض كل الكلام او خلصنا فيك كل الكلام. فانت عالمي، اسطورة نص الملعب في مصر، في سن ما شاء الله اللهم بارك صغير. استمر. 1,000,000/10. ما عنديش تعقيب على مروان خالص خالص، لان كل التدخلات بتاعته امبارح كانت كويسه. استحواذه على الكوره كان كويس، اعتقد البساط كمان ما كانش فيها اخطاء كتير. فمروان عطيه جامد، اجمد جامدين، يعني انتوا اجمد جامدين كلكم على بعض يعني. كان بيلعب قدامهم زيكو يمكن ما جاش امبارح اصلا خالص، ما شفتوش في ولا كوره حرفيا، ولا كوره حرفيا. انت ما شفتش تدخل من زيكو، ما شفتش رأسية، ما شفتش معافرة، ما شفتش باص حلو، ما شفتش محاولة تسديد على المرمى، الكلام ده كله. جايز يكون الراجل برضو مجهد بدنيا لانه لعب فترة طويلة، و برضو يعني بعيدا عن كل حاجة، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله احنا في الاخر في دور ال 16
اديتوا اللي عليكم في الادوار اللي فاتت، ووصلنا لهنا الحمد لله مع بعض. هاجي ل امام عاشور، جامد قوي، ولكن زي ما قال لك كابتن ابو تريكة، انت محتاج توزع المجهود بتاعك على ال90 دقيقة، لان انت بدأت معانا الماتش جامد قوي، وبتلعب ال90 دقيقة، وبتلعب اول مثلا 20 30 40 دقيقة بكل الباور اللي عندك. بعد كده خلاص تعبت. فقالها لك كابتن ابو تريكة يمكن امبارح في الاستوديو التحليلي، قال لك انت محتاج يا امام توزع مجهودك على ال 90 دقيقة. فطبعا كابتن ابو تريكة دي شهادة تعتز بيها طبعا يا امام، ونتمنى ان انت تاخد نصيحة من واحد من امهر واحسن واكبر لاعبي الكرة في مصر وفي الوطن العربي كله، كابتن محمد ابو تريكة الماجيك. وطبعا اللي زي ما انت امنية حياتك تشوفه، انا كمان امنية حياتي اشوفه واتصور معاه. فنتمنى ان انت تمشي بالتعليمات دي وتاخد الكلام في الحسبان. طيب صلاح، انا بص يا صلاح، انا اول مره احس ان انا بحب محمد صلاح كده يا جدعان. يعني انا كان عندي مشكله مع صلاح، ويمكن ابويا الله يديله الصحه على طول يتكلم معايا في الموضوع ده. تيجي ماتشات المنتخب تبدا المشكله بيني وبين محمد صلاح. بره المنتخب انا بحب محمد صلاح. تبدا ماتشات المنتخب، تصفيات كاس عالم، تصفيات افريقيا، بتروح افريقيا نفسها، ما اعرفش، انا في مشكله بيني وبين محمد صلاح. ليه؟ لاني دايما بحس منك ان انت مش جاي تلعب وانا وانت على قلب راجل واحد، وان انت حاسس بيا وانت بتلعب، وان انت محتاج تفرحني، وان انت مش خايف على نفسك، وان انت بتودي وبتروح وبتضغط وبتهدف وبتعمل وخايف. دايما كنت احس ان انت خايف على نفسك زياده عن اللزوم. لكن امبارح اثبتت لي ان انا فعلا بحبك جوه منتخب مصر. ليه؟ لان انت امبارح عملت اداء اسطوري 120 دقيقة وانت مصاب، بتلعب بالاداء ده، هجومي دفاعي، بتضغط، بتحاول، بترفع اوفرات، بتعمل سويتشات من اليمين للشمال، بتعمل اوفرلاب، بيتعمل لك اوفرلاب، بتحط كوره، بتحاول بتشوت لا، انا امبارح ببدي اعجابي واعتذاري وبعبر عن حبي الشديد للنجم المصري الفرعون المصري محمد صلاح. كل الحب ليك، بحبك. طيب فاضل لعيب عندنا الكابتن عمر مرموش. يعني هم جملتين والنبي وكلمتين هقولهم، ورزقي ورزقك على الله. ممكن بعد اذن البرفيوم السفاج والبدل الكونكريت والسكسوكة الديتاتشد، وانا عارف انك لو اتكرعت يا ابويا يعني حنجرتك هتطلع صوت موتور رولز رويس، انا معاك. وعارف ان انت راجل في طبقه حلوه قوي قوي قوي. تبص على يمينك تلاقي زيكو من شبين، وتبص على شمالك تلاقي امام من المنصوره، قدامك محمد صلاح من نجريج. وانا عارف ان انت تعليمك انترناشونال وبتاع، والناس دي كلها ما تجيش معاك في اي حاجه، ولكن انت بتلعب باسم مصر. ممكن تلعب مع الناس، ممكن تبصي للناس دي، ممكن تلعب كرة حلوة مع الناس دي حقيقي. يعني انت بتصعب علينا الدنيا عامة. ليه كان زماني خلصت امبارح الماتش من الانفراد اللي انت اللي جالك في بداية. انا نازل بلعب، ببدأ الشوط التاني في الدقيقة 45، الدقيقة 45 ونص انا انفراد. ما تروح يا ابويا، ما تحط يا ابويا. ده في ناس بتتنشأ على كرة زي دي. يعني ادي كرة زي دي لتريزيجيه مثلا واتفرج عليه وهو بيحطها. اقول لك على حاجة، بس هو مش موجود معاكم للاسف المنتخب. ادي كرة زي دي لحسين الشحات، لو ما كانش ودى الحارس وجاب وحطها بشماله وبتاع زي ما عمل في الماتش بتاع الاهلي والوداد، ابقى انا راجل ما بفهمش حاجه. فكابتن عمر مرموش، بعد اذنك، يعني بعد اذنك، عشان انا هنا. طيب امبارح بدأ زي ما قلنا بالتشكيله دي كابتن حسام حسن، وعمل التبديلات بتاعته، وهي ان كريم حافظ للاسف بعد الاصابه نزل محمود تريزيجيه مكانه. واللي انا محتاج اقول لتريزيجيه، انت جامد، انت محترم. تريزيجيه هو مثال للعيب المحترف الخلوق المؤدب الجوكر.
يعني مش عارف اقول ايه ولا ايه ولا ايه، ولكن مثال يقتضي يعني عايز اقول ايه، قدوة يقتدى بها محمود حسن تريزيجيه. انا توقعت مع نزوله ان هو يسحب امام عاشور يلعب بيه باك شمال، وتريزيجيه يلعب بيه في الوينج فوق. ولكن بدأ الاول تريزيجيه كباك شمال وأداها كويس، لانه برضو لعبها لما كان فتوح حصل له الاصابه وخرج، ولعبنا ناقصين في المباراه بتاعت ايران. أه ولكن تريزيجيه بعد كده زي ما انا قلت رجع امام باك شمال، ورجع وطلع تريزيجيه كهاف ليفت في المكان اللي بيلعب فيه. تريزيجيه عالمي، ادائك حلو، رجوله، وعارف ان انت بتنزل مضغوط لانك مش بتلعب مكانك، ولما بتلعب مكانك كان جنبك امبارح مرموش، فما كنتش واخد حريتك في الوينج ليفت. فنشكرك جدا 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 على رجولتك وادائك وقلبك، ان انت قلبك يجيبك ان انا موافق العب في المكان دوت وانا مش بلعب فيه واشيل مسؤوليته وانا مش ما بلعبش في المكان ده. فدي ليك كل الاحترام والحب كابتن محمود تريزيجيه. نزل تاني نزل معانا كمان خرج حمدي فتحي. نزل محمود صابر اللي انا حابب اشكره واقول له انت راجل محترم، لعيب كبير جدا جدا جدا. هتقول لي يا عم هو لحق يلعب ولا لحق يعمل اي حاجه ولا ما سوري ما لحقش يلعب، ولكن كميه الضغط النفسي وانت داخل تلعب اول ضربه جزاء، فان انت تقول يا جماعه انا هلعب اول ضربه جزاء وتتحمل كمية الضغط ده وتلعبها بالشكل الحلو ده وتجيبها جون وتسجلها كمان، فدي حاجة تحتسب للعيب. خلونا بقى نقدر اللعيبة بتاعتنا، مش لازم تقول لي يا عم هو لعب دقيقتين على بعض، يا عم هو عمل مش عارف ايه، ده ما شاطش غير ضربة الجزاء. ما ضربة الجزاء دي يا حبيبي اول واحدة، اللي قبليه كان في واحد من المنتخب اللي انت بتلعبه دخل ضيع نفس ضربة الجزاء، فهو محطوط في ضغط. جبتها انا اتقدمت، ما جبتهاش فانا لسه في نقطة الصفر. والراجل دخل وتحمل الضغط وتحمل المسؤوليه ودخل شاطها وجابها جول. فانا لازم اديله حقه واديله واقدره واحسسه ان هو لا احنا حاسين باللي انت بتعمله. دي حاجه انا ممكن افهمها انت ما تفهمهاش. ده بالنسبه لمحمود صابر. طبعا زي ما اتكلمنا نزل تريزيجيه، نزل محمود صابر، نزل حمزة عبد الكريم. حمزة لسه محتاج وقت كبير، مش محتاج وقت كبير عشان يثبت، لا محتاج ياخد وقت كبير في الماتش. يعني مش محتاج ياخد مثلا اخر 10 دقايق، اخر ربع ساعة، اخر تلت ساعة، لا. حمزة محتاج ياخد وقت، يعني محتاج. انا امبارح كان نفسي امنية حياتي كده امبارح ان يلعب، يتم عمل تبديلات في الدقيقة 60 مثلا. هو خلاص اصل انت بقى يعني الدقيقة 50 55 بعد ما عمر مرموش ضيع الانفراد ده، كان المفروض يخرج وينزل مكانه تريزيجيه وتطلع زيكو وتلعب بحمزة عبد الكريم، بحيث ان انت تحاول تعمل اوفرات اشتغل عليها شوية. طيب نزل مين تاني غير تريزيجيه وحمدي عفوا ومحمود صابر و انا قلت مين تاني؟ حمزة عبد الكريم. نزل هيثم حسن، هيثم حسن خلوني اقول ان هو يعني هتسمعوا عن ميلاد اسطورة جديدة في السنين القادمة اسمها هيثم حسن. يعني هيثم حسن بالملخص للكلام اسمه اسطوري قادم للكرة المصرية في السنوات القادمة. بس انا مش هقدر اكتر من كده. لعيب مهاري، لعيب محترم، لعيب رايق، لعيب الفوت ورك عنده عالي قوي يا جدعان، عالي قوي، عالي قوي، لعيب عالي قوي. فهيثم حسن هياخد فرصته وهتشوفوا منه اداء عالمي، عالمي، عالمي. هيثم حسن جامد قوي 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 قوي. في النهاية منتخب مصر كله جامد. منتخب مصر كله رجالة. منتخب مصر عفوا نسيت، أنا آسف، أنا بتكلم على التبديل الخامس. كابتن ولو إن أنا ممكن أكون أكبر منه، ولكن هو كابتن حسام عبد المجيد، صاحب الضربة الأخيرة، ضربة الترجيح الأخيرة، واللي أدت إلى إن إحنا الحمد لله
صعدنا لدور ال 16. برضو موقفه من نفس موقف محمود صابر، بمعنى انا داخل اشوط ضربة جزاء مصيرية جدا جدا، انا جبتها صعدنا، ما جبتهاش هنلعب اللي بعديها وجايز هم يجيبوا واحنا نضيع، فحطيت نفسي ضغط نفسي برضه في حتة ان انا اخش اقول انا هشوط والعب واركز واحطها واستنى لغاية لما الحارس يروح وبعد كده انا احط الناحية التانية. يعني بحييك حسام عبد المجيد، انت راجل لعيب محترم من اللعيبه المحترمه جدا جدا جدا. بنشكرك على ادائك، بنشكر اللعيبه كلها على الاداء، بنشكر الجهاز الفني والكابتن حسام حسن على الروح العاليه دي. ان شاء الله ما يفرقش معانا اي حد هنلاعب مين مش هنلاعب مين، ايا كانت الفرقه اللي هنلاعبها. احنا كده كده هنلعب الارجنتين، بس ايا كانت هي مين، لو ايه في الدنيا احنا جامدين ونقدر 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 ونقدر، ومستنيين منكم ان شاء الله الصعود لدور الثمانية على حساب الارجنتين، وانتوا قدها ومصر قدها. وبنشكركم على فرحتكم لينا، وبنشكركم على الانبساط اللي الواحد عايشه من امبارح. بالنسبة لموضوع شخصي لي أنا، بشكركم على كل الكلام الحلو، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن وأحسن، وانتظروا مننا كل حاجة حلوة وكل حاجة جديدة، والسلام عليكم.